السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنبدأ نعمل وصفة جميلة جدا من الوصفات اللي هتعجبكم ان شاء الله. سمك مكرونة، تمام، بلدي. هنجيب 5 فصوص توم مفرومين، قرن فلفل رومي او حامي حسب الرغبة مفرومين، تمام. ليمونتين كبار، هناخد العصير بتاعهم اللي انتم شايفين في الفيديو. معانا التوابل: ملح، كزبرة، كمون، بابريكا، سنة فلفل اسود، تمام. هنسيب بقى السمك ده يتبل كده في التتبيلة دي ساعة كده ولا حاجة. تمام. التركية هنا بقى اللي هتدينا قرمشة ولون خطير وفعلا هتعجبكم الكفر بتاع السمك. هنضيف دقيق، تمام، عليه معلقة كبيرة نشا اهو، تمام. التركية فين بقى؟ هنضيف 2 معلقة كبيرة دقيق سميد، الدقيق اللي هو بتاع البسبوسة طبعا، اللي هو الخام من غير اي منكهات، بتجيبي من اي عطار، تمام. هنضيف 2 معلقة كبار دقيق سميد، ده هيديله قرمشة خطيرة، هتديله تيست خطير، طعم خطير. جربيها وان شاء الله تعجبك، ومستنية رأيك ان شاء الله في الكومنتات. وما تنسونيش في الاشتراك، وما تنسونيش في الكومنتات واللايكات. وان شاء الله قناتنا الصغيره تكبر بيكم. وهنتبل طبعا الكفر ده بشويه بابريكا، شويه كمون، شويه كزبره، شويه ملح. بس كده الكفر بتاعنا تمام، والتتبيله كمان السمك كان اتبل وبقى تمام. هنبدره بقى بالدقيق، وعايزاكي وانتي بتعملي السمك المكرونه في الدقيق تبرميها كده زي ما انت شايفه في الفيديو. تبرمي السمكيه في الدقيق بحيث ان هي تطلع ملفوفه كده وحلوه، تمام، ولا كأنه جمبري. بالظبط كده. هنخلص الكمية اللي معانا كلها، وهنسيبه في الدقيق لحد بس ما نعمل الرز اللي جنبه، فاهمين يعني؟ لحد ما نعمل الرز كده هنسيبه في الدقيق ده لحد ربع ساعة تلت ساعة كده لحد ما الرز يخلص زي ما انتم شايفين. هنعمل معاكم دلوقتي شوية رز صيادية خرافة: شوية زيت، بصلة مفرومة، تمام، ورقتين لورا. طبعا هوريكي دلوقتي اللون الصح للسمك الصيادية، اللون ده طبعا، تمام. لان في سنه ما بين البصله المحروقه اللي هي بتدي مراره، وما بين البصله اللون المظبوط بتاعها، هو ده اللون المظبوط. التوابل بتاعتنا: كزبره ناشفه، تمام، ملح، فلفل اسود، سنه او رشه بسيطه خالص قرفه مطحونه، كمون، شويه بابريكا. تقليبه، وهننزل بالميه يغلي ونوطي. بس كده هتاكلي احلى رز صياديه كلتيه في حياتك. سهل وبسيط وجميل، وممكن تضيفي في قرن فلفل كده حامي او رومي، برضو بيدي تيست حلو. بس هيغلي ونوطي. أكلة بسيطة وسهلة، وإن شاء الله تعملوها بنفس الخطوات وتعجبكم. كده الرز خلص خلاص بيتشرب، تمام. بألف هنا على قلوبكم يا رب. وده السمك طلع اهو. التيست بتاع دي السميد هيعجبكم جدا جدا، جربوه على ضمانتي والله، تمام. ده يعني يتقدم جنب شوية طحينة. بس كده، وإن شاء الله يعجبكم. متنسونيش في الاشتراك، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.